بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. معنا إن شاء الله في الفيديو ده دورق أو شفشق خلاط. مشكلته إن هو بيخر مية أو بينقط مية عندي هنا من عند الفلنش أو من عند الكاوتشة. أي دورق أو شفشق تمسكه كده من عند الفلنش أو الكاوتشة وتحرك كده تلاقي فيه بوش بالمنظر ده كده، أو حتى بوش أقل من كده، اعرف ان هو هينقط معاك، وممكن النقطه اللي تنزل او ما تنزل عندك تبوظ الموتور بتاع الخلاط. فما ينفعش نسيب موضوع التنقطه او موضوع الميه اللي بتشر عندنا من الشفشق او من الدوره بتاع الخلاط. واضح جدا عندنا البوش اهوت. معنى كده عندنا الجلبه متاكله، الجلبه عند الخلاط عندنا بتاع الشفشق متاكله. افك عندنا القاعده من الدورق كده. فكينا القاعده. عندنا القاعده دي من النوع اللي هو مش بتغير لها قلب، يعني عندي هنا القلب يعتبر مضغوط او راكب عندي هنا في القاعده نفسها. القلب بتاع القاعده راكب فيها او بيتغيرش. هنعمل ايه عشان نصلحها؟ اول حاجه نفك عندنا الفلنشه من السكينه حسب الاتجاه بتاع الضرم بتاع الموتور كده. فكت معايا بالاتجاه الصحيح اهوت. عندنا السكينه اهيت، وده كده عندي هنا الجلبه عندنا اللي هي متاكله. حتى لو جبت سكينه تانية غير دي وركبتها هتلاقي برضو عندك تتحرك شمال ويمين، وده السبب ان عندنا الخلاط بينقط او بيخر ميه. طيب عندك هنا في ممكن تستخدم نوعين من الجلب. في نوع اللي هو ده، او نوع اللي هو ده. اي نوع منهم يشتغل. هنعمل ايه بقى؟ نفك عندنا الجلبه اللي هي دي او الجلبه اللي هي دي، هنفكها من هنا ونركبها عندي هنا في القاعده بتاعه الشفشه. هنفكها بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه، اي حد ممكن يعملها. الاول هنجيب السكينه ونتاكد ان هي ما فيهاش تاكل او راكبه كويس عندنا في ايه، في القلب. نجيب لنا السكينه نركبها كده، نحرك كده شمال ويمين. واضح ان عندنا الجلبة عندنا يعتبر كويسة، او اللي عندنا الاكس او العمود بتاع السكينة سليم مفيش اي مشكلة. يبقى العيب عندنا من ايه؟ من الجلبة نفسها اللي هي في ايه، في الخلاط اهو. شوف السكينة تتحرك ازاي اه، في بوش جامد جدا اهوت. هبتدي اجيب عندي هنا دلوقتي اي حاجة عشان ادق عليها. اجيب عندي الجلبة اهيت. عندنا يعتبر في شفه بلاستيك فوق الجلبة، فبالتالي لما اجي اخرج هنا الجلبة الداخلية ديت هخرجها بالشكل ده كده، ادق من الجنب ده. اجيب عندي هنا اي حاجة يعتبر رفيعة ودق. ما ينفعش ادق بالشاكوش على الجلبه نفسها لان ممكن تبرطش وتيجي تركب فيها السكينه ما تركبش معاك. الكلام ده في كل انواع الجلب. اعدي كده عندي هنا على قطعه ماسوره سباك اهيت عشان نخرج عندي هنا الجلبه، سواء هي نفس الطريقه او سواء من الجلبه دي او سواء من دي، ولكن دي يعتبر اسهل شويه. البلاستيك اعدي كده اهوت، واجيب الشاكوش احط عندي البنطه، الجزء ده بتاع البنطه ده يعتبر يركب عندي هنا مرتاح داخل الجزء البلاستيك. واجيب الشاكوش وادقه كده اهوت بسم الله كده. الجلبة خرجت معايا بكل سهولة اهيت. دي جلبة لسه ما استخدمتش. الجزء اللي فيه الشف ده بيكون عندي هنا فوق عند الجزء ده كده. هتجيب عندي هنا بنفس الطريقة برضو الماسورة ديت احطها عندي هنا من تحت كده اهوت، واجي عندنا ادق بالجلبة الجديدة الجلبة القديمة. الموضوع سهل جدا جدا وبسيط، مش محتاج اي حاجة غير كده بس ماسورة وشاكوش. قاعد عندي هنا قاعدة بتاع الشفشق كويس على هنا ماسورة والجلبة الجديدة اهيت. هجيبها كده اهوت واحاول ما ادقش على الجلبة مباشرة باي جلبة تانية مثلا، او احط خشب ولا حاجة وادق عليها كده. ركبت الجلبة الجديدة اهيت. دي كده الجلبة القديمة اهيت. يعتبر الجلبة القديمة الحديد حديد مش نحاس، دي يعتبر نحاس. سبت جزء صغير بسيط اهوت بارز زي ما كان في الجلبة القديمة. عندنا يعتبر مسوية من تحت اهيت. هبتدي بقى اجيب السكينة بتاعتنا تاني، ممكن اديها نقطة شحم ونقطة زيت واتأكد ان عندنا الألسيه ده سليم، عشان ده اللي يعتبر بيمنع عندي المية انها تنزل عندي هنا داخل الايه، داخل الجلبة بتاعت الشفشق. وابتدي اقفل تاني كل حاجة زي ما كانت الوردة ديت، واركب عندي هنا الفلنشة كده. احنا غيرنا طبعا القلب اهوت. نبتدي احرك كده عندي هنا
الفلانش اهيت، مفيش عندي اي حركه ولا حاجه اهيت. كده يعتبر احنا صلحنا عندنا الشبشة بطريقه سهله جدا وبسيطه، ممكن اي حد يصلح بيها. دي كانت فكره بسيطه وطريقه لاصلاح دوره بيخر ميه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.